السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة إن شاء الله جاية لكم فيديو جديد. يلا بينا نسمي الله ونشوف النهاردة هنعمل إيه. النهاردة بقى يوم النشاط كله. الفيديو ده بتصور يوم الجمعة. أنا جيت من صلاة الجمعة، كانت آخر حاجة بقى بدور لها على الشمس. جيت من صلاة الجمعة لسه بعبايتي لسه بكل حاجة كده، لقيت شوية شمس حلوين. قلت إيه بقى، يلا بينا بقى، يلا يا ولاد بقى ايه، شيلوا معايا الركنه دي، عايزين نطلعها في الشمس. نشيل الكفرات بتاعتها ونطلعها في الشمس، وقد كان نلحق شويه. وبعد اليوم ده عايزه اقول لكم ما عادش شمس خالص من يوم الجمعه لغايه لما الفيديو نزل لكم كده. يعني الجو اتقلب مطر بقى وهوا ومفيش شمس وبرد جدا. الحمد لله لحقت الحمد لله. هنا بقى كنت ظبطت حالي، شلت الشلت بتاعه الركنه، عايزه اظبطها تظبيطه حلوه جدا، مش روقان بقى من على الوش كده. لا 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 لا. مسحت طبعا السور حلو جدا، وحطيت بقى، شلت الكفر بتاع المساند. انا ما بشيلش الكفر بتاع الشلت اللي تحت، لان انا ببقى فرشه عليهم حاجه. هوريكم اللي بقى لما نيجي نفرش. بصوا بقى، انا لما شلت يعني آه، الخداديات اللي تحت، يعني اللي بنقعد عليهم دول، لقيت بقى من خيرات الله اقلم تلاقي لب ماشي واقع ما بين كده، اكل كمان واقع. الاوضه دي بيعملوا فيها كل حاجه، يعني بيتفرجوا فيها على التلفزيون ونقعد مع بعض فيها. فما تستغربيش لو لقيتي اي حاجه، لا خالص. بصوا بقى الركنه بتاعتي نظيفه وزي الفل ازاي، يعني قماشها نظيف مزهزهه. ليه بقى؟ لان انا مغطياها بقماش من نفس الركنه، او لو عندك قماش حلو كده ممكن تغطي مساندها، ممكن تغطي الشلت اللي عليها. لو الظهر بقى بتفكيه زي كده بسوست وتقدري تفكيه زي كده، خلاص مش مهم، فانتي بتفكيه وتغسليه. بعد ما كنستها بقى ونفضتها كده من تحت، تعالوا وانا بشدها كده. طبعا الركنه بتتشدش كل يوم، فبحاول اجيب اللي تحتيها وهي راسيه على الارض بشويه صغيرين، فبحاول على قد ما اقدر اجيب اللي تحتيها. مع المحاولات طبعا انتي ما يعني ما جبتيش كل حاجه. فهنا بقى استغليت الموقف، يلا شياله بشياله بقى ونظافه بنظافه. بصوا يعني لقيت برضو زي ما بقول لكم كده شويه حاجات تحتيها وكده. بس حسيت ان خلاص، يعني هي لازم خلاص. النهارده انا بعمل الموضوع ده مثلا، كل بغسلها واشدها كده من مكانها، وبقى شددانها صعب عليا بصراحة يعني. كل مثلا شهرين مرة، فده كفاية عليها قوي يعني. كل شهرين مثلا اشدها من مكانها واشيل بقى، او كل 3 مش مشكلة يعني، واشيل بقى الشلت زي ما انتوا شايفين كده. لكن تنظيف عادي كده يعني، وهي على مكانها وتنظيف عادي كده، لا احنا مستمرين يعني مستمرين. هنا بقى بصوا، دول شوية الحاجات اللي انا لقيتهم تحت الركنة من لما شدتها كده. لان زي ما قلت لكم يعني وانا بمسح بحاول على قد ما اقدر، دي من الحاجات اللي راسية على الارض عندي يعني بشكل كبير، فبحاول على قد ما اقدر. بصوا بقى الدنيا اتقلبت عادش حاجة مكانها. بس خدتهم كده لشوية الشمس. وطبعا الابله مليكه مش راضيه تقوم حتى بعد ما الركنه اتشالت، لان انا عايزه اتفرج على التلفزيون، طبعا محدش بيقدر عليها فاقعدي يا ماما اقعدي. هنا بقى برضو ايه، انا فرشه جايبه كده بالمتر، اللي هو آه ايه بنسميه ايه، انا نسيت. المفرش اللي هي مش عارفه نسيته. دي يعني كنت جايباها بالمتر وفرشتها هنا على المكتبه. فرشتها لي بقى لان المكتبه دي ملهاش ازاز، فخفت بصراحه ظهرها يتجرح كده يعني. فجبت بقى وقصيته على قد المكان ده، وفرشت عليها الوبر ده. وما كانش باقي لي حته طبعا من القماش عندي، من القماش اللي فايض من الركنه. فجيت هنا على الكنبه دي برضو وفرشت عليها حته من القماش اللي له وبره ده. فرو ايوه افتكرته من الفرو ده. انا بقى برضو خلعت الخداديات، كان باقي لي الخداديات الصغيره دي، واحط كل الكومه اللي معايا دي في الغساله. بس هغسل الفرو ده في الغساله بس على يعني في برنامج كده غسيل يدوي هغسله عليه. لكن بقى كفرات كل الركنه دي هغسلها غسيل عادي، بس الفرو لا.
هنا بقى ايه، ما هو النظافة خلاص انت شلتي كل حاجة، يبقى نظافة بنظافة. جبت شوية مية عليهم شوية اريال مسحوق وشوية كلوركس الوان وبسبونشة. بقى بدأت ايه الجدار اللي هما مثلا بنسند عليه الركنة ده، حسيت ان هو مش نظيف الى حد ما، ومش نظيف بس، لا هو ممكن يبقى انضف من كده بكتير. فدورت بقى بالسبونش عليه كده، وبعدت طبعا عن الكهرباء. ليا حوادث مع الكهرباء كتير. بعدت على الكهرباء. جبت بقى المساحة بتاعتي دي، وبدأت يعني اجيب السقف بالزوايا دي بكل حاجة، لا عنكبوتة واقفة اي حاجة يعني من اللي بتقف دي، اموش اللي هو بيبقى الصغير وفي الاركان الصغيرة دي. فدي جابتهولي، والدنيا عايزة اقول لكم شملها ريحة نظافة بصراحة. لا تظبيطة من القلب. رحت بقى الركن التلفزيون بقى. وهنا التلفزيون تقول لهم روحوا مكان تاني، يقول لك لا احنا نقعد نتفرج على التلفزيون. روحوا مكان تاني يا جماعه على بال ما اخلص. لا لا، احنا بنتفرج على التلفزيون. بس شديت الفيشه بقى، يعني ضايقت بقى وشديت الفيشه قلت لهم يلا بنانا. هنا بقى مسحت برضو الخشب اللي حوالين التلفزيون، ورق الحائط، كانت الدنيا زي الفل. بمعنى زي الفل. لقيت شويه حاجات كده على، عارفين لما دبانه تدخل عندك وتقف على مرايه، تقف على تلفزيون. فلقيت لازم يعني كان لازم التلفزيون ده مسحة حلوة كده. لقيت العباية بتاعت البت ملوكة كانت عايزة تتغسل بقى. هي جاية من الصالة معايا وكانت عايزة تتغسل، فقلت لها ايه، يلا بما انك هتتغسلي. انا لما مسحت بدي بالمساحة اللي معايا دي، افتكرت ان انا ماسحة الحيطان بيها، وانا كنت غاسلة الحيطان بكلوركس ومسحوق. لا لا، غلط على التلفزيون. فزي ما قلت لكم كان قدامي العبايه بتاعت ملوكه، فشلتها وايه وبدات امسح كده يعني بيها. بس الحمد لله ما حصلش حاجه، انا انتبهت للموضوع من قبل ما اكمل. وكده كده بقى هحط العبايه بتاعتها دي في الغساله استعدادا ان شاء الله ليوم الجمعه الجاي باذن الله. هنا بقى كل حاجه نضفت ما شاء الله، وكل حاجه اتشالت، كل حاجه بقى راحت الغساله. في فيديو بقى هعمله لكم ان شاء الله كده، يعني الحاجات اللي باقيه مع فيديو ان شاء الله هعمله لكم. بان احنا بقى فرشنا الدنيا ولبسنا لبسنا المخدات وكل حاجه. هنا بقى معرفش دخلت كانت بتدور على ايه، عايزه ايه معرفش، كان في لب او حاجه بتاخده. بصوا الشمس ما شاء الله داخله من كل حته. بصوا بلكونتي بقى وهي محمله بخيرات الله، وعلى الاسوار مفيش زي ما بنقول مفيش مكان تحطي اي حاجه. انا شايله الستاير بتاعه البيت كله، يعني في الصيف شايله الستاير البيت كله، بس سايبه البلاك اوت اللي هو عشان الضوء. ان شاء الله في الشتاء بقى لما يدخل الشتاء يعني على اسبوع كده ولا حاجه ابدا اعلق الستاير ستاره ورا ستاره كده، عشان تحسسنا بايه يعني بالشتاء بقى وبالدفا وكده. ما سيبش البيت من غير ستاير، يعني انا هسيبه العمر كله. انا كنت بس قلت ايه اشيلهم في الصيف، يعني اروق الدنيا شويه. هنا ما استكفتش ان انا كنست الركنه برضو نفضتها، يعني جبت كفر كده من اللي انا شايلاه من عليها ونفضتها تنفيضه حلوه كده. بقى ما يبقى ليش غير مسح الارض. اجيب جردل فيه شويه ميه كده حلوين، وشويه كلوركس الوان. انتوا عارفين ان انا بعتمد الكلوركس الالوان ده في كل حاجه، امن وما بيبوظليش ما بيبوظليش اي حاجه. فحلو جدا، وهو بروايح كده بيديك ريحه حلوه كمان. هنا نفضت ظهر بقى الركنه اللي انا ما بطولوش، يعني اللي في الاوقات الكتيره انا ما بقاش الظهر ده باين لي، فنفضته. يعني نفضت الظهر ده مثلا واقف عليه تراب كده، نفضته. فالدنيا ما شاء الله راحت زي الفل. هنا بقى جبت ايه، جبت شويه برضو كولوركس الوان ومسحوق والسبونشة برضو. حسيت ان عايزه المساند دي انا ببقى فرشه عليها من فوق، بس عارفين حروفها كده، يعني عايزه برضو ايه ادعكهم دعكه حلوه. فبدات اعصر الاسبونشه وامشي عليها كده، راحت زي الفل. ممكن لو عندك انتريه مثلا وعايزه تغسليه، اللي انا حاطاه ده مسحوق على كلوركس الوان وسبونشه في ايدك وشويه ميه طبعا. وممكن تكون الميه دافيه يعني سخنه شويه، وتمشي كده بالسبونشه تنشفيها، يعني تعصريها وتمشي كده بالسبونشه زي ما انا بعمل. وبعدين تجيبي فوطه بقى وتنشفي، ويكون عندك بقى تفتحي عليه
باب البلكونه شويه يدخل عليه هواء، يدخل عليه شويه شمس، هينضفه معاكي ويبقى زي الفل. هنا خلاص عملته كده، يعني دورت على الاماكن اللي بتبقى مكشوفه عندي واللي انا محتاجه فعلا ادور عليها بالميه والمسحوق وتنضف اكتر واكتر. الركنه راحت فل كانها جديده والله. هنا بقى جبت فوطه زي ما بقول لكم كده، وندور بقى ننشف، ومع الهوا بقى اللي احنا فاتحين له الشبابيك ده ومع الشمس وكده الدنيا يعني هتنشف، ما بقاش ليها ريحه خالص خالص. لما تغسلي الحاجه باريال او اي مسحوق و... وكلوركس الوان مبقاش ليها ريحه، يعني ما تخافيش تقولي لا ده هتبقى ليها ريحه وتتبل وكده، لا خالص. هنا بقى الجدران، تعالوا اوريكم الجدران اللي احنا دورنا عليها بالسبونشه كده. اجيب كوبايه ميه، يعني عارفين بق صغير، وادور عليها كده ايه، اكب عليها ميه بق كده. وهنا بقى تعالوا بعد ما الميه نزلت على الارض اكب شويه كمان من اللي فيهم رغبه الحلوين دول وانضف المكان. ما شاء الله الدنيا راحت زي الفل. هسيب بقى المكان ينشف ومدور الغسالة على الحاجات بتاعتي، هتاخد دورين ولا حاجة في الغسالة ويمكن اكتر، وانشرهم كده. وبعد بقى ايه ما لمهم وكده، ان شاء الله ليكوا كده مكان في الفيديو الجاي ان شاء الله اوريكم الأوضة دي بعد ما بقت مزهزهة. يعني ما عندك حاجة متوسخة لو ايدك فيها والله العظيم هتروح زي الفل. هنا بقى هناخد الارض حته حته كده، هاخد الاول المكان ده وبعدين ازق الركنه مكانها، وبعدين اخد المكان التاني. كده بقى يكون الفيديو بتاعنا النهارده خلص. يا رب تكونوا استفدتوا منه حاجه، استفدتي منه نشاط، استفدتي منه اي حاجه ممكن تكون غايبه عنك كده. ان شاء الله استنوني في فيديوهات تانية باذن الله اعملها لكم تفيدكم تعرف تدخل بيوتكم. اشوفكم على خير، مع السلامه.